انا ما فاهم والو. المغرب والجزائر احدى بعضياتهم، اصل واحد خاو. ولكن فاش كتشوف الاعلام الجزائري فكتشوف باننا بحال مدابسين معاهم وكارهين بعضياتنا القرون هادي. داكشي علاش في هذه الحلقه فجا الوقت باش نفكوا هاد اللغز وتسمعوا شي حقائق اللي انا مأكد ما عمركم شفتوهم وما عمرك سمعتيهم. داكشي تبع معايا الحلقه من الاخر. إلا بغينا باش نفهموا هاد العلاقه اللي ما بين هاد البلدين اللي طويله بزاف فخاصنا نرجعوا للماضي، وبالضبط في القرن 17 والقرن 18 قبل ما يجي الاستعمار الفرنسي اللي استعمر الجزائر واستعمر حتى المغرب. داك الوقت فكان المغرب كبير بزاف كما كتشوفوا في الخريطه ديال 1880. كان واخد موريتانيا، كان واخد مالي، جزء من مالي، السنغال، وكان واخد نصف ديال الجزائر. كانت المنطقة مفتوحة، الناس غاديين جايين، التجارة كتزدهر والاقتصاد كيزدهر ايضا، وكاين تبادل ثقافي وتجاري ما بين الدول المحيطة بالمغرب في ذاك الوقت. ها انت كتشوف اسيدي يعني ديجا كان واحد الانسجام ما بين هاد جوج دول اللي كما قلت لك ديجا النصف ديال الجزائر فكان تابع للمغرب جغرافيا، مثل قبائل سيدي الشيخ وقبائل توت وكلهم بشار اللي حاليا كاين في الصحراء الشرقيه يعني تابع للجزائر. كانت جزء من امتداد النفوذ المغربي. هاد الوثائق اللي كتشوفوا او بالاحرى الصحيفه ديال نيويورك تايمز اللي كانت 23 جوان 1900 اللي كتظهر لكم بانه المغرب استفتت رسائل لفرنسا لانه هاجمت هاد المناطق اللي كانوا تحت النفوذ المغربي. ففي ذاك الوقت الولاء ديال هاد القبائل الاسره العلويه فكان كيتجاوز الحدود، يعني كانوا عايشين تحت ظل الدوله العلويه اللي كانت كتوفر لهم كل شيء. لان كما قلنا وثائق عديده كتدل على انه الجزائر فهي وليده الاستعمار، لانه ما كانتش قبل حتى جاو الادمنز جداد اللي هما المستعمر. في الاستعمار الفرنسي فهنا يبدا كيبان المشكل وبدا كيبان الخبايا المخبيه تحت هذه القضيه، حيث انه فرنسا نهار احتلت الجزائر ما كانش في بالها انه شي نهار فغادي تجي تحتل المغرب، ولكن من بعد ما شافت بانه المغرب كيدعم المقاومه الجزائريه انذاك فقررت انها تخوض واحد المعركه ضد المغاربه واللي تسمات فيما بعد معركة إسلي اللي انهزم فيها المغاربة انهزام ساحق. بما أنه المغرب تضعف فجات فرنسا قالت أنا غادي نبدا في الاستعمار أو نبدا في الحماية، ولكن ما بدات حتى 1912. فرنسا شدات واحد القلم وبدات كترسم فوق الورق باش بدات تقسم المغرب ودير واحد الحدود اللي هي لا تمت للاصل للخرائط المغربيه. ولكن من بعد ما استقل المغرب سنه 1956 وترسمت الحدود الجديده اللي خططت لها فرنسا باش يجعلوا الفتنه ما بين المغرب والجزائر، ناض المغرب دار محادثات سريه مع رئيس الجزائر انذاك اللي كان مؤقت، دار مع اتفاقيه سريه بانه من بعد الجزائر غادي ترجعوا لنا الصحراء الشرقيه بحال ما وقع والو وعنده زبيخ. والمغرب انذاك فكان كيدعم الجزائر بالسلاح بالتدريب، كانوا كيدخلوا الجنود الجزائريين او المقاومه الجزائريه للمغرب والترينا وجهزوا العتاد ديالهم عاد كيرجعوا لبلادهم ويهاجموا فرنسا. بل اكثر من ذلك انه الملك محمد الخامس في اول خطاب ليه في الامم المتحده فتكلم فيه جزء على الجزائر ولا احقيتها بالاستقلال. ويؤلمنا الما شديدا ان تجري في ارض جاراتنا الجزائر الشقيقه معارك يتسع نطاقها يوما بعد يوم، وما أشد رغبتنا في أن تباشر مفاوضات بين جميع من يهمهم الأمر لتسوية النزاع القائم تسوية تتفق وميثاق الأمم المتحدة الذي يعترف للشعوب بحق تقرير مصيره. يعني تخيل معايا عزيزي المشاهد انه المغرب لطالما منذ بدايته هو كيدعم الجزائر، بل انه دعمه للجزائر كان هو السبب في الاستعمار ديالنا. وزيد عليها انه الملك محمد الخامس فكان كيعتبر استقلال الجزائر مهمه وطنيه، بل انها فاقت انه ديال دوله اخرى. وطبعا كما قلت لكم فانه من بعد ما ناقشوا الصحراء الشرقيه فالجزائريين عطاو موافقه للملك محمد الخامس بانه حتى شدوا الاستقلال ديالنا وذاك الوقت غادي نعطوها لكم بحال ما وقع والو. يا الله حنا يلا شدينا الاستقلال ديالنا بخير. بدينا حرب مع شكون؟ مع المغرب. داكشي غادي نمشيو للحرب الرمال اللي كانت سنه 1963 اللي جات مباشره من بعد استقلال الجزائر. يعني الجزائريين يلا شدوا الاستقلال ديالهم، ولكن بسبب العناد ديالهم لانه المغرب جا عندهم بكل الادب من بعد الاستقلال زاد دعمهم وزاد قال لهم دابا هذا الوقت راه هاي الاتفاقيه وهاي الوثائق. داكشي علاش عافاكم
وبكل ادب عطاتونا صحراءنا الشرقيه بكل ادب، وحنا خاوه وخو تعاوناكم وداكشي كامل. ولكن الجزائريين بحال قلتي شديتي شي خنجر وضربتي صاحبك. تخيل معايا، انت دعمتك وعاونتك باش وصلتي للمرحله اللي وصلتي ليها، وفي الاخر طلبت منك طلب بسيط واللي هو لي الاحقيه الكامله بانه يكون ديال ديك الصحراء الشرقيه. نرجعوا للموضوع ديالنا. من بعد هنا ديال الجزائر، فالملك الحسن الثاني انذاك ما بغاش يسكت، فبدات الحرب ديال حرب الرمال اللي كانت واحد الحرب طاحنه لولا تدخل الامم المتحده باش يهدنوا الوضع. لكن وصلنا في كارثه، كانت العديد من القتلى على والو، على شي حاجه اللي هي احقيه للمغرب. وهكذا بدل ما انه الجزائر تعطي هذاك الوقت، لان المغرب كان بغى يبني المغرب العربي الكبير، يعني اتحاد اللي كيجمعنا حنا وموريتانيا وليبيا وتونس والجزائر. الجزائر ابت ورفضات، بل انها جعلت المغرب يدخل معاه في صراع وحرب الرمال اللي كان اكثر ضررا للجزائريين، لانكم يلا خارجين من الاستقلال، يعني يلا بدات كتبنى الدوله، على العكس ديال المغرب اللي ديجا كان باني دولته قبل الاستعمار بالاف السنين، عاود رسخها من بعد استهلاك خايب للمستعمر. ومن هنا نقدر ناكد لكم بدا الصراع اللي دام لحد الساعه. القصه ديالنا سنه 1975 فغادي تاخذ واحد المنعطف اخر وخارج على سياق وتغيير 180 درجه على السياق ديالو، لما المغرب قرر انه يرجع الصحراء ديالو من المستعمر الاسباني. فقام الحسن الثاني بدعوه المغاربه جميعا انهم يمشيو ويقوموا مسيرة خضراء سلمية حاملين فيها رايات المغرب وكذلك قرآننا الكريم باش نحرروا منطقة اللي هي في الأصل تابعة لينا. ما بقى شعبي العزيز إلا شيء واحد، أننا علينا أن نقوم بمسيرة خضراء من شمال المغرب إلى جنوبه ومن شرق المغرب إلى غربه. علينا شعبي العزيز أن نقوم كرجل واحد بنظام وانتظام لنلتحق بالصحراء ولنصل الرحم مع إخواننا في الصحراء. كيتفاجئ العالم بأنه الجزائر دعمت واحد الكيان اللي تنشأ جديد واللي سميتو الجمهورية الوهمية، واللي هي كما كتعرف البوليزاريو. يعني على جمهورية وهمية سميتها الجمهورية العربية الصحراوية، واللي لا علاقة لها في الأصل بالمغرب، لأنه المغرب كما ذكرنا فكتابع له حتى موريتانيا وحتى السنغال. ولا جا المغرب يجي طالب بهادشي كامل، فطبعا الدول ما غاديش يقبلوا ليه، لأنها تولي القوة ديالو كبيرة بزاف على الدول الغربية اللي كاينين في أوروبا مثلا. فملي تنشأت هاد الجبهة الجزائر بدات كدعمو والمغرب بدا كيستغرب، واش حنا دعمناكم دخلنا معاكم في حرب الرمال وما قبلتوش انكم ترجعوا لنا الصحراء الشرقيه، والان كتدعموا واحد الكيان وهمي اللي لا علاقه له الاصل بداك المكان، كتدعموه بالسلاح بالعتاد بالمال، واللي وصلت شي تقارير انه الجزائر نفقات كل سنه مليار دولار تحيدوا من مال الشعب، وكتطلب بوليزاريو باش انه الرؤساء ديالها يعيشوا في سلام. التقارير اللي لقيت مازالت التقارير فغادي نحطها لكم باش تشوفوها بعينيكم. المغرب كانت بالنسبه ليه هذه خيانه عظمى، حيث انه الدوله الشقيقه والدوله اللي كان كيدعمها كتضربوا ورا ظهره مقابل انه المغرب يبقى ضعيف قدام الجزائر. وصارت الجزائر كتعارض المغرب في قضيته الاولى اللي هي قضيه الصحراء، اللي اصلا ماشي قضيه، فهي شي حاجه اللي ديجا كاينه وغتبقى كاينه. من بعد عمليه اركانا اللي وقعت في سنه 1994 في مقهى اركانا في مراكش، واللي المغرب حمل المسؤوليه للجزائر، فتسدد الحدود. انسداد الحدود فكيعني بانه ما يمكن حد مغربي يمشي للجزائر، ما يمكن حتى شي جزائري يجي للمغرب. وللاسف لانه كاين عائلات كثيره، كاين مثلا اب مغربي مراته جزائريه تفارقوا لانه الحدود اللي فرقتهم. تخيل معايا عائلات كبيره جذور كبيره فرقوا بسبب مشاكل اللي هي مفتعله. الحدود والعلاقات الدبلوماسيه مسدوده من شحال هادي، ولكن تويتر انستغرام ومواقع التواصل الاجتماعي فديما كانوا مفتوحين، والذباب الالكتروني فاخذ راحته في اشعال الفتنه اكثر واكثر بين الشعبين، رغم انهم هي مشاكل سياسيه ماشي بين الشعبين. ومع ذلك ظل الدعوات ديال الملك المغربي الله يخليه لنا الملكنا محمد السادس دائما مفتوحه. اغلب خطاباته اللي دازوا فدائما كان كيدعي الجزائر لفتح باب الحوار ويناقشوا على الطاوله ويهضروا مع بعضياتهم، يعني باش تحيد هذا الخلاف. والخطاب الاخير في 31 اكتوبر اللي كان صريح واللي دعا فيه الملك محمد السادس الرئيس الجزائر عبد المجيد تبون انه يناقشوا على طاوله الحوار
وانهم يعاودوا يناقشوا وينظروا في هذه القضيه وهذه المساله، وهذا مقتطف ديال الخطاب اللي تشوفوه دابا. وبصفته ملك البلاد الضامن لحقوق وحريات المواطنين، وأكد أن جميع المغاربة سواسية لا فرق بين العائدين من مخيمات تندوف وبين إخوانهم داخل أرض الوطن. ومن جهة أخرى أدعو أخي فخامة الرئيس عبد المجيد تبون لحوار أخوي صادق بين المغرب والجزائر من أجل تجاوز الخلافات وبناء علاقات جديدة تقوم على الثقة والروابط الأخوة وحسن الجوار. كما نجدد التزامنا بمواصلة العمل من أجل إحياء الاتحاد المغاربي. وهادشي إن دل على شيء فدل على أنه المغاربة لطالما حاولوا بأنه يلقاو حلول، ولكن الطرف الآخر أو السياسيين أو الكبرانات اللي حاكمين الدولة الجزائرية فهم معارضين وبشدة لهادشي. كنجيو للقرار الأممي اللي كان في 31 أكتوبر واللي صبحات رسميا عيد وطني هنا في المغرب، اللي صدم الكبرانات الجزائرية وضربهم بواحد الفأس قوي، بحيث أنه الملايير اللي تصرفوا على دعم كيان وهمي مشاو في الزيرو. فجا القرار الأممي اللي كيدعم مقترح الحكم الذاتي اللي طرحه المغرب سنة 2007، واللي كيدل على أنه المغرب غادي يكون تابع له الصحراء ويعطيها الحكم الذاتي تحت سيادة المملكة المغربية. وهادشي اللي ما كانش عاجب الجزائر، واللي قالها بصريح العبارة وزير الخارجية الجزائري عطوات، واللي قال فيه لولا أنه الجزائر طلبات في هذا الشيء أنه يتبدل واحد السطر اللي كينص على أنه الحكم الذاتي يكون تحت سيادة المملكة المغربية، لكانت الجزائر وافقت على هذا القرار. ولكن طبعا ما غاديش يكون، حيت الأحقية كاملة للمغرب. هذا الشيء غادي ينقل السير على حاجة أخرى واللي حنا غادي نشوفها في المستقبل، خصوصا عاوتاني في الرياضة اللي كأس افريقيا غادي تنظم في المغرب على الابواب. الجزائريين بغاو طبعا يجيو باش يشجعوا المنتخب ديالهم، وهل المنتخب الجزائري فعلا غادي يجي؟ اللي كما كنا شفنا انه المنتخب الجزائري ما كانش جا واحد البطوله ديال كاس افريقيا ما عقلش ديال 8 جينيراسيون كانت منظمه في المغرب وما بغاش انه يجي ويحضر ليها. فعزيزي المشاهد، هذا كان هو الخلاف من بدايته حتى لدابا، وحاولت نبسطو لك بواحد الطريقه اللي تكون زوينه ونجيب لك وثائق ودلائل اللي ما عمرك شتيهم في حتى شي قناه اخرى. داكشي علاش الا عجبك هذا المقطع فما كدير ليه واحد لايك فولو وتبارطاجي هذا الفيديو مع صحابك ودير لي شي كومونتير زوين. نشكركم بزاف حتى بقيتو معايا حتى لهنا. كان معكم دنا طاب مساءكم، تلاقاو في السبت الجاي. بسلامه.